إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بصوا بقى، معلش مش لاقيه مسمار قريب للفيشه عشان اعلقها، واخدين بالكم؟ مش لاقيه لها مسمار قريب للفيشه. بص، هي تنفع سهريه كده في اوضه الاطفال، في اوضه نوم، انتوا شايفين كده اهي. ايه رايكم؟ الخضره اللي فوق باينه. يلا باي. بسم الله، مش لاقيه لها فيشه قريبه والله. يا رب تعجبكم الفكره. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اولا نصلي على الرسول مع بعض كده. اللهم صل على سيدنا محمد، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى عليه كده 10 مرات مع بعض. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله محمد رسول الله. ندعي بقى الاول لاخواننا الشهداء اللي في فلسطين، من شباب، من رجاله عواجيز، من نساء، من اطفال. اللهم ارحمهم، اللهم ادخلهم فسيح جناتك. اللهم انت الغفور يا رب، صبر قلب اهاليهم يا قادر يا كريم. اللهم انصرهم يا رب، اللهم انصرهم يا رب، اللهم انصرهم يا رب. هنقول بقى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وكل حين. طبعا احنا بنترحم عليهم طبعا، ونقول الله يرحمهم جميعا وينصرهم يا رب. وان الله هو العزيز، ان شاء الله ربنا ينصرهم باذن واحد احد، باذن الله. اللي معاه ربنا ان شاء الله ما حدش يعني هيضره باذن الله. بصوا يا جماعه، دي كانت فواحه بتتعلق في الحيطه، شايفينها اهي؟ شايفين؟ تعلق في مسامير كده، باظت. هرميها. انا شفت شكلها كده بصراحه، قلت تنفع فازه، يا اما اشوف لو تنفع احط لها نور يعني من جوه ومن بره واعلقها في الحيطه. طبعا هنغير شكلها خالص ان شاء الله. اول حاجه دلوقتي هعملها اوريكم لكم، هفتح دي، هروح بس هشيلها كده وافتحها من هنا كده، خدوا بالكم عشان نشوف الاول ايه. هفتح اللي في الوسط الاول، لو هعملها لمبه وهعرف اعملها يعني هدخل فيها نور ونعلقها تبقى بتنور، وهنغير شكلها برضو، ولا نعملها فازو. هي بين الاتنين بصراحه، يعني فكرتي بين الاتنين. فانا هروح الاول اشيل بس دي كده بالبوتاجاز، خدوا بالكم، افكها من هنا كده واشوف. بصوا انا ايه فتحتها. بعد ما فتحتها بصوا هي ليها جهاز اصلا كان جوه، بصوا بيشتغل اهو. تعالوا زي البرفن وكده. فانا بقى ايه، مش برفن يعني، ريحه الشقه معطر يعني. هفكه بقى قدامكم كده، مش عارفه المفك ده كبير ولا ايه صغير، اشوف واحد ارفع. وطبعا شلت بصوا الحته اللي هي اللي قلت لكم عليها اللي هي دي اهي، شلت الحته اللي هنا، بس المفك ده كبير، هجيب واحد اصغر شويه. بصوا بقى انا ايه، فكيت الموتور بتاعها اهو اللي شايفينه ده هنا، هنركنه. نيجي بقى ايه، بصوا هي بقت كده مفتوحه، طبعا مش معقول هنسيبها مفتوح الكلام ده. لو انا يعني ممكن تتحط في الحيطه مثلا نصين، بس لازم اعمل النص التاني بنفس الطريقه دي، الاتنين قصاد بعض. بس في عيب عندي هنا لقيته، اللي هو الايه، دي ممكن تتشال كل حاجه، بس برضو ايه يعني مش هشيلها واحطها هنا يعني. بصوا بقى اهو، بصوا انا خلعت اللي هي اللي ورا دي، اللي هي كانت ورقه الشجره دي كده، خلاص حطيتها هنا اهي عشان يبقى كلها شكل واحد. هي ثبتت وكل حاجه. الفراغ ده نبقى نحط له شويه تراث كده بس لما نخلصها بس خالص. اوكي، هنلونها كل ده، هنلون ان شاء الله باللون كده اخضر هادي باذن الله. اول حاجه دلوقتي انا مشغله بتاع اهي قدامكم، خلاص هننضفها بس من جوه كده شويه. بصوا من جوه بس كده ايه، ننضف بس الحاجات دي والحته كده ولا باي حاجه.
عملها، او محدش عمل الحكايه دي يا جماعه الحمد لله. طبعا دي بتاعت عارفين البخاخات اللي هي بتاعت الشقق دي والمكاتب والحاجات دي، اهي دي بس البتاع بتاعتها باظت بقى. انتوا ممكن على فكره يعني بالفكره دي برضو نروح ندخل لها سلك من هنا كده، ماشي، نعمل لها سلك من هنا ونروح عاملينها بعد ما نقفلها طبعا برضو هنعمل لها سلك بقى من الفتحه دي، ونحط نور جوه تنور، تتحط كده تنور بس خلاص على كده. بعد ما طبعا ممكن هندهنها دلوقتي بالذهبي واخدين بالكم كده وتنور بس. وممكن تعمليها فازه برضو تبقى شكلها برضو تحفه. فاحنا دلوقتي هنعمل دلوقتي مسدس الشمع، نحط الشمع كده جوه بسم الله كده من جوه شمع، ومن بره هنحط اللهم صل محمد اسمه امير، ماشي، صنف امير عشان تبقى متينه جدا. بس كده اهو هنمشي بيها كده الشمع هنا، وكل مره لازم اتلسع، لازم ما اتلسعش يحصل حاجه لا حتى وانا بفكها برضو على النار هناك برضو اتلسعت الحته اللي فوق دي. بس كده اهو المسدس مش عارفه ماله بقاله فتره كده بقى تقيل، بس بالسوست ربنا يستر ما تبص يعني متضايق قوي. نحط من ناحيتين شمع عشان تمسك كويس كده على قد كده، وان احنا هنحاول نمسكها بالامير ربنا يهديك. يعني انتي قدامك فكرتين لو عندك حاجه زي كده، يا تحط لها نور وتعلقيها عادي زي ما انا قلت واخدين بالكم، تبتي بقى الشمع كانت كده استني كده نظبطها تبقى قصاد بعض بالظبط، الاثنين قصاد بعض، نشيل الزيادات كده واخدين بالكم. هنحط بقى الامير في الفراغات دي، والفراغات دي ممكن نحط لها برضو اي حاجه، يعني في التزويق ده بقى براحتك، التزويق ده بتاعكم مش بتاعي. انا دايما بقول انا بدوق وانتوا عليكم اللي انتوا عايزينه، فاهميني؟ لا يا اختي لو عايزاكي تمسكي تمسكي والله. بصوا صنفرتها اهي، صنفرتها كلها عشان تخشني كده وتبقى وتبقى حلوه. همسحها بقى وادهنها بالذهبي ده، وبعدين اوريكم. بصوا انا اديتها وش اول، طبعا هتاخد وش تاني ماشي، مبقاش في تايب يعني مبورنيش بسرعه اللي هو المائي اللي هو الذهبي ده مائي يعني، فهديها وش تاني عشان نملى الابيض ده كله نداريه اوكي عشان نشتغل في الالوان. بصوا انا عملت اللون الاخضر، انا عندي سكيب اهو خلاص، حطيت عليه معلقه غيره. بصوا انا مش عارفه يا جدعان، انا حاطه اخضر، ايه اللي قلب ما اعرفش البتاع ده بقى يقلب الوان غريبه، ده اخضر فاتح اخضر غامق قصدي اللي هو زي الزرع، سبحانك يا رب ما اعرفش اللون ده بتاع ما اعرفش، اول مره اشوفه بيدي الوان غريبه كده. عموما مش مشكله، هديها وش تاني واوريها لكم. انا خدت الوش التاني بصوا درت كل الابيض وكل العيوب. طبعا انا هسيبها تتعضم، تاخد لها برده بتاع ربع ساعه 10 دقايق واخدين بالكم تمام. بعد كده هندهن بقى الفروع دي اخضر. بصوا بقى يا حبايبي، انا بعد ما دهنتها الذهبي رحت دهنها بني، عملت برضو زي ما قلت لكم اللي احنا بنعمله ده غيره على لون يديك اللي هو اللي انت بتشتريه، مش عارفه الالوان اللي هي اللي انتوا بتشتروها. خلاص دهنتها ورحت مدهناها تانية بالذهبي، فادتني الذهبي الغامق، انا مش عايزاه فاتح يبقى كالح كده. وبعدين عملت الفروع زي ما انتوا شايفين كده، ودهنت ده اخضر. بس انا لو هحط لمبه، يعني لو هحط لها لمبه دلوقتي، انا جبت لمبه بس اوريها لكم في الاخر وانا بركبها، لازم افك يعني اخلع يعني دي واللي فوق وواحده من تحت كده، يعني اسيب واحده وافتح واحده فاهمني، على اساس ان النور يبان، عشان النور يبان. وادخل البتاع من هنا، السلك من هنا من ورا كده، ادخل السلك من هنا اوكي. يا رب بس تكون الفكره حلوه، واديكوا شوفوا هتشوفوها دلوقتي. عايزه تحطيها فازه عاديه خليها فازه عاديه. وبعدين انا فكرت بصوا لمبه محروقه عندي
اهي لمبه محروقه عندي دهنتها كده عشان انا بقى طبعا ايه خرمت كده عشان الضوء يبان يطلع. خرمت دي كده، دي ما عرفتش اخرمها جامده شويه عليا فسبتها. اوكي انا خرمت بقى دي كده عشان انا هعلقها بقى خلاص اهي. واديها كده ايه اوريكم بقى بالنور، لسه فيها شغل عشان كده انا بشرح بس. بصوا بالنور اهي شايفين؟ ايه رايكم؟ ماشي. هعمل بقى دي هلزقها فوق كده ونحط فيها بقى ايه اللي هو الايه انا عملت لها زنقه، احطها كبس كده الصقها بالشمع اهي هتبقى كده. هحط فيها بقى ايه زرع اخضر كده ماشي، ينزل شويه كده يعني عليها. اوكي بس ده الشكل النهائي بقى يا جماعه، مش عارفه بقى هتعجبكم ولا لا. انا عملتها كده واخدين بالكم، مش عارفه بقى كده ولا كنا سيبناها زي ما هي وعملناها باظه، ولا بقى كل واحد فيكم يعمل اللي ايه في مزاجه يعني. ده الشكل النهائي بتاعها كده اللي انا عملته عشان انا هعلقها بالنور. ممكن انت بقى تسيبيها زي ما هي كده وتروحي عاملاها باظه. المهم ان انا عملت حاجه يعني اديتكم حاجه كانت هتترمي في الزباله لا مؤاخذه، وكان فعلا رماها الحاج كان عندي فعلا رماها في الزباله وانا خدتها. وايه انا ما شفتش حاجه زي دي على اليوتيوب خالص يعني. يا رب تكون بس يعني تقولوا لي رايكم بجد يعني. خدتوا بالكم انا عملتها بقى بالنور وعملتها ايه حطيت لها الوردات دي كده اللي هي دي، في لزقته وفي لسه يعني ممكن يتشال وممكن يتساب زي ما انتوا شايفين كده. ايه رايكم؟ اشيله ولا اسيبه؟ مش عارفه، قولوا رايكم. انا بحب طبعا رايكم وبحب التعليقات بتاعتكم. يعني ممكن اشيله واسيبها كده من غير ده، ولا اسيب ده فيها كده. يلا اقوم بقى ايه يحصل لنا ايه، خلاص ظهري ورجلي وجعوني وايه الحمد لله. الواحد ايه ادولي بقى بالشفا ربنا يبارك لكم. انا ما وقفتش بوقفش في المطبخ دلوقتي ولا بحط كرسي عشان اعمل حاجتي، فقلت اقعد كده واتسلى يعني. يلا اشتراكات ولايك ومشاركات وقولي لي رايكم بجد. هخلي الاخضر ده ولا اشيله؟ قولوا لي بجد رايكم. انا ممكن ارجعها باظه برضو عادي جدا، اشيل كل الحاجات دي وارجعها باظه خالص في الارض، ولا هعلقها واطفي النور واوريها لكم. البلواز ده اللي كنت عاملاه بالمشمع بصوا لما عضم ومشي بقى جميل ازاي، فاكرينه؟ شايفين الجرش بتاع السمك بقى تحفه اهو، شفتوا؟ والورد الورق بتاع ده الطبيعي ده اللي هو بصوا عايش ومفيهوش اي حاجه، شايفين؟ تحفه، شكله تحفه والله.